قبل ما نبدأ الفيديو ما تنسوش تدعوا لفلسطين والسودان ان ربنا ينصرهم. يحكى ان كان في قطاع طرق اسمهم القرامطة، كانوا بيطلعوا على قوافل الحج بيسرقوهم ويأسروا نسائهم وأولادهم، وزاد الموضوع جامد وكان بيحصل كل سنة لدرجة انه وصل لمكة نفسها. فساعتها عبد الله المهدي مؤسس الدولة الفاطمية بعت جيش بقيادة واحد اسمه أبو يوسف ابن محمد من المغرب عشان يحارب القرامطة، وبالفعل قابلهم في معركة في مدينة القلزم واستشهد في المعركة واتدفن في الضريح اللي أهل مدينة القلزم عملوه له، وسموه ساعتها سيدي عبد الله الغريب. وسر التسمية كان إنهم قالوا إن الناس كلهم عباد الله وإنه كان غريب عن البلد، فسموه عبد الله الغريب ودفنوه في المدينة. وحاليا مدينة القلزم دي اتغير اسمها وبقت السويس، والغريب مدفون في ضريح في مسجد الغريب في السويس، واتسمت المنطقة كلها بحي الغريب، وعشان كده السويس بيقولوا عليها بلد الغريب. خلال رحلاتي لقيت في أماكن كتير مساجد للناس كتير الناس بتعتبرهم من أولياء الله الصالحين، زي الغريب في السويس والسيد البدوي في طنطا وغيرهم كتير. وسواء هما فعلا كانوا ناس كويسين أو لأ، فأنا لا أؤمن بالتبرك بيهم وأرى إن في نوع من الشرك، لكن أنا مش شيخ عشان أتناقش في النقطة دي. وبرضه ببعد عن الصلاة في المساجد اللي فيها أضرحة. حبيت أوضح النقطة دي عشان لو قابلنا مساجد تانية في أماكن تانية فاحنا بنزورها زيها زي غيرها من معالم البلد فقط. الفيديو ده هو الجزء التاني من جولتنا في مدينة السويس. لو ما شفتوش الجزء الأول ممكن ترجعوا تشوفوه بعد ما تخلصوا الفيديو ده. صحينا الصبح ورحنا متحف السويس أول ما فتح. المتحف حلو وبيحكي عن السويس أيام الفراعنة وفي الفترة الإسلامية أيام قوافل الحج. زمان كانت قوافل الحج بتعدي على السويس، وكان في قلعة لحماية القوافل في منطقة قبل السويس بشوية اسمها عجروت. بعد كده بيدخلوا السويس يستريحوا شوية ويكملوا طريقهم عشان يقطعوا سينا بالعرض وصولا للسعودية. وزمان كانت كسوة الكعبة بتتصنع في مصر. رحنا بعد كده على الكورنيش الجديد تاني، ولاحظنا ظاهرة المد والجزر اللي بتحصل جامد في البحر الأحمر، لدرجة إن خلال اليوم مستوى البحر بيتغير بشكل كبير. اللقطة دي الصبح بدري لما كان فيه جزر جامد، واللقطة دي قرب المغرب وقت المد. في طريقنا لحديقة الشهداء عدينا على ميدان إسماعيل ياسين اللي كنت قلتلكوا عليه في الجزء الأول. رحنا حديقة الشهداء ولفينا فيها شوية، ودي من أكبر وأجمل الجناين في السويس، والحديقة تذكرة دخولها ب5 جنيه بس، وفيها بحيرة كبيرة وجناين كتير. وفي مكان فيه دبابات وطيارات من أيام الحرب. اللي باين هناك ده استاد السويس، والجبل اللي وراه في الخلفية ده جبل عتاق. الفيديو ده كان قصير شوية لأن أغلب الحاجات شفناها في الفيديو الأول. ما تنسوش تدعمونا باللايك والاشتراك، وأشوفكم الفيديو الجاي من مكان جديد إن شاء الله.